ازاي مخك بيتعامل مع المعلومات؟ تخيل انك في زحمة وسط اصوات كتيرة ودوشة وتسمع اسمك من بعيد. عقلك سمعه وسط كل الدوشة دي وميزه فورا. ازاي ده حصل؟ وهل عقلك بيعالج كل حاجة بنفس الطريقة؟ النهاردة هنعرف سوا اسرار عن العقل البشري في التعامل مع المعلومات. لو دي اول مرة تشوفني فانا الاخصائية النفسية منى شطة، وهنا زاوية نفسية. اشوفكم بعد الفاصل. زاوية نفسية مع منى شطة. ورجعنا لكم تاني، اهلا بكم. زي ما قلنا في المقدمة، ازاي مخنا بيتعامل مع المعلومات اللي بتحصل في حياتنا. في ناس فاكرة ان المخ بيسجل كل حاجة زي الكاميرا، لكن الحقيقة لا. المخ مش جهاز تسجيل، المخ بيشتغل بطريقة انتقائية جدا، وبيختار المعلومات اللي بتهمه وبيفلتر الباقي، وده عشان يحميك من مشكلة أهم وأخطر، وهي الإرهاق العقلي. طيب تعالوا كده نوضح أكتر. المخ بيقسم المعلومات ل3 مراحل. المرحلة الأولى هي الاستقبال أو الإدراك الحسي، يعني كل حاجة حواليك بتدخل مخك عن طريق الحواس: السمع والبصر والشم والتذوق واللمس. لكن مش كل حاجة بتوصل للمرحلة اللي بعدها، لأن عقلك عنده نظام فلترة بيختار اللي يهمه. يعني على سبيل المثال، لو انت في كافيه مليان ناس، ممكن تكون سامع ناس ودوشة ومواضيع لكن مش مركز فيها. لكن لو حد قال اسمك فجأة هتسمعه فورا، لأن عقلك متبرمج على إنه هو يدي أهمية لحاجات معينة. تاني مرحلة من المراحل هي المعالجة والتغذية، وهنا بعد ما المخ بيستقبل المعلومات بيبدأ يعالجها ويخزنها. في نوعين من الذاكرة. في ذاكرة اسمها ذاكرة قصيرة المدى، وفيها بتتخزن المعلومات لفترة قصيرة، زي مثلا لما تفتكر رقم تليفون لمدة 10 ثواني بس عشان تتصل بيه. تاني نوع من أنواع الذاكرة هي ذاكرة طويلة المدى، وهنا المعلومات المهمة بتتحفظ لفترات طويلة، زي اسمك وعنوانك وبيتك وأحداث حصلت ليك من سنين. هل انت عارف ان المخ بيكرر المعلومات المهمة كذا مرة عشان يحفظها؟ عشان كده المذاكرة بالتكرار بتساعدك انك تفتكر المعلومات بسهولة. المرحلة الثالثة من المراحل اللي بيشتغل بيها المخ هي الاسترجاع أو التذكر. لما تحتاج معلومة مخك بيجيبها من الذاكرة طويلة المدى، بس أحيانا بتكون مش واضحة أو ناقصة. هل ده حصل معاك قبل كده وكنت عارف إجابة سؤال لكن مش قادر إنك تفتكرها؟ ده اللي دايما بنقول عليه ده كانت على طرف لساني، أنا كنت عارفها وكنت هقولها. وده لأن أحيانا المخ بيواجه صعوبة في استرجاع المعلومات بسرعة. وده بياخدنا لسؤال مهم جدا: إزاي تحسن قدرة مخك على معالجة المعلومات؟ هقولك على 4 حاجات هتفرق معاك جدا، وركز فيها قوي، هتخليك تقدر ان انت تركز في المعلومات اللي بتيجي من مخك. اول حاجة، نام كويس. المخ بيعيد ترتيب المعلومات اثناء النوم، وده السبب اللي بيخليك تفتكر بعد النوم حاجات كنت ناسيها. دراسات بتقول ان النوم العميق بيحسن الذاكرة والتركيز بنسبة كبيرة جدا. تاني حاجة، استخدم التكرار الذكي. يعني بدل ما تذاكر مرة واحدة لمدة 3 ساعات، جرب تذاكر نفس المعلومة على فترات متباعدة، هتلاحظ ان انت بتفتكرها بشكل اسهل. العلماء بيسموا التقنية دي المذاكرة المتباعدة، وبيستخدموها في تطوير التعليم الحديث. النقطة الثالثة هي ربط المعلومات ببعضها. المخ بيحب الروابط قوي، يعني لو عايز تفتكر حاجة حاول انك تربطها بمعلومة قديمة عندك عشان تقدر تفتكرها. فمثلا لو بتتعلم كلمة جديدة في لغة أجنبية، حاول ان انت تربطها بكلمة مشابهة في لغتك الأصلية، ده هيخليها تفضل في دماغك فترة أطول جدا. النقطة الرابعة، أول حاجة رابعة اللي ممكن تعملها، لعب ألعاب الذكاء زي الشطرنج، السودوكو، أو حتى تطبيقات تدريب المخ، لأنها بتحفز مراكز الذاكرة والتركيز. الدراسات أثبتت إن الناس اللي بتلعب ألعاب ذكاء بيكون عندهم قدرة أفضل على حل المشكلات والتذكر. عندنا مجموعة من الحقائق عن الذكاء والعقل. يعني هل أنت تعرف إن عقلك عنده قدرة على التنبؤ؟ أحيانا بتكمل جملة حد قبل ما ينطقها، وده لأن مخك بيحلل المعلومات بسرعة وبيعمل على توقع الكلام اللي ممكن يتقال في الموقف ده. كمان عقلك بيحب الصور أكتر من الكلمات، عشان كده لو عايز تفتكر حاجة كويس حاول انك ترسمها او تتخيلها. كمان من الحاجات ان في بعض الناس عندهم
ذاكرة فوتوغرافية، يعني يقدروا يفتكروا التفاصيل بدقة كأنهم شايفين صورة كاملة جوه دماغهم. هل انت عارف انك لما تفتكر حاجة قديمة مخك مش بيشغل التسجيل الأصلي لكنه بيعيد بناء المعلومة بشكل جديد؟ عشان كده في بعض الذكريات بتتغير مع الوقت. المخ مش مجرد جهاز بيسجل المعلومات، ده آلة عبقرية بتفلتر وتعالج وتخزن المعلومات بأذكى الطرق الممكنة. ولو فهمت ازاي عقلك بيشتغل تقدر تحسن ذاكرتك وتفكيرك وحتى قدرتك على التعلم. متنساش تتابعني عشان نكمل رحلتنا في فهم النفس البشرية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك الحلقات الجديدة. ولو بتشوف الحلقة على الفيس اللايك الجميل ومنشن لكل أصحابك. والسلام عليكم ورحمة الله.